السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله في الحلقة دي هنتكلم عن وقف بطاقات الخصم المباشر في مصر. الناس اللي كان شغلها على الفيسبوك بتعمل اعلانات ممولة، الناس اللي كانت شغالة على تويتر، الناس اللي شغالة على انستجرام، اي حد عنده دومين شغال بيه وبيدفع بيه اونلاين، البطاقات كلها وقفت امبارح. طبعا احنا عارفين ان من فترة من كام شهر عشان ازمة الدولار الموجودة هنا في مصر وقف البطاقات اللي هي زي بطاقات ميزة او بطاقات الانترنت كانت واقفة. وامبارح نزل قرار بوقف البطاقات الخصم المباشر، واللي هي البطاقة بتاعة حسابك المصرفي اللي هي الكارت اللي معاك. كل البطاقات دي وقفت، فلو انت شغال على الفيسبوك او شغال على اي منصة وجيت اللي انت تدفع اونلاين، بتعمل معاك ديكلاين ان هي العملية بتكون مرفوضة ومش بتقدر اللي انت تدفع بيها. وطبعا بالقرار ده في ناس كتير شغلها وقف، وفي ناس كتير ما عندهاش الحل ان هي تباشر اعمالها او ان هي تدفع الفلوس اللي عليها عشان تقدر انها تشتغل مرة تانية. طيب هل في حل ولا مفيش حل؟ في حل، خصوصا ان بعد ما البطاقات دي وقفت في ناس اتجهت ان هي تدفع عن طريق فودافون كاش او اتصالات كاش او اورنج كاش، ولكن برضو وقفت في اخر اليوم. يعني لو انا اعمل بطاقه وهميه على فودافون كاش ادفع بيها، برضو في ناس دفعت اللي عليها وبعد ما دفعوا في نفس اليوم وقفت برضو البطاقه دي. طيب ايه الحل اللي انا اقدر اشتغل واباشر اعمالي بعد وقوف كل البطاقات دي؟ الحل بسيط جدا، هما حاجه من الاتنين. حاليا ان لو انت معاك كريدت من اي بنك في مصر، الكريدت لسه شغال باستثناء البنك الاهلي المصري. الناس اللي معاها كريدت البنك الاهلي المصري، البنك الاهلي قال ان الكريدت بتاعته وقفت في خارج مصر، تعاملات خارج مصر، لكن الكريدت شغاله داخل مصر عادي. بقيه البنوك الكريدت شغاله عادي. فلو انت بتعمل اعلان ممول على الفيسبوك وعايز تدفع، وليكن مثلا صرفت في الاعلان 500 جنيه عايز تدفعهم، بتدفعهم بالكريدت. طيب هل مسألة الكريدت دي هتستمر فترة طويلة؟ الله أعلم، ممكن تستمر وممكن تقف زيها زي بطاقات الخصم المباشر. طيب دي الطريقة اللي هي حل بديل. الطريقة المضمونة جدا بقى بنسبة 100% اللي انت تشتغل بيها بدون ما اي حد يوقفك او اي حد يعمل لك مشكلة. انت النهاردة راجل شغال شغلك كله على النت، سواء شغال داخل مصر او خارج مصر، يعني شغال على منصة في مصر او منصة خارج مصر بس انت جوه مصر شغال عليها. هتروح البنك عشان ما تواجهش اي مشكلة بعد كده، هتروح البنك تعمل حساب دولاري، بس شرط اساسي ان انت يكون معاك 500 دولار عشان تقدر تحطهم توديعهم في الحساب. وهتخش على موظف خدمة العملاء، هتقول له انا عايز اعمل كارت بالدولار. يعني انا دلوقتي رحت فتحت حساب في اي بنك، جبت الطلبات اللي البنك بيطلبها بقى، مصدر دخل وايا كان، وفتحت حساب في البنك. وبعد ما فتحت الحساب عايز اقول للموظف انا عايز اعمل كارت لحساب الدولار ده، يعني اعمل كارت زي الكارت اللي هو بتاع الخصم المباشر اللي وقف معايا. هيعمل لي الكارت، هستلمه، هاكتف الكارت، هربطه بالصفحات اللي انا شغال عليها على الفيسبوك بقى او ايا كان، وهشتغل بيه عادي. طبعا انت حد ادنى ان انت في بنوك 300 دولار، في بنوك 500 دولار، المهم يعني حد ادنى اللي انت تودع في حسابك ده 500 دولار. بعد ما تعمل الكارت وبعد ما تفتح الحساب عايز تسحبهم اسحبهم، وسيب مثلا 100 دولار 50 دولار 70 دولار في الحساب. وطبيعي بعد ما انت فتحت حساب بالدولار خلاص انت بتودع دولار في حسابك، وما بتيجي تحاسب على معاملاتك بتحاسب عليها بالدولار اللي في حسابك. عملت بقى صرفت 5 دولار، صرفت 10 دولار، صرفت 50 دولار، كده كده انت بتاخد من الكارت الدولاري بتاعك اللي في حسابك. هيفضل شغال طبعا معاك على طول. انت كده ما بتحملش الدولة اي حاجة، ما بتحملش اي حد انه ياخد منك فلوس مصر ويروح يحاسب الجهات اللي انت بتدفع لها دي بالدولار. لا، انت كده بتوفر الدولار لنفسك وحطه في حسابك وبتدفع بيه عشان تباشر شغلك. فهو ده الحل الوحيد السليم اللي انت تقدر تستمر بيه لفترة كبيرة بشغلك. لكن بطاقات الخصم المباشر طبعا هي وقفت خالص، مش تقدر تدفع بيها. الحل الوحيد والحل الافضل اللي انت تريح دماغك بقى من مسألة بقى ان كل يوم بطاقة تقف او كده، الحل الوحيد ان انت تعمل حساب دولاري وتعمل فيزا بالدولار، والفيزا دي هتربطها على الفيسبوك او على حساباتك كلها اللي انت تدفع بيها. لو انت بقى بتشتري دومين، بتأسس موقع، بتدفع على موقع فلوس معينة كل شهر، هتدفعها من حسابك الدولاري بالفيزا الدولارية بتاعتك.
وكل ما فلوسك تخلص تحط في حسابك دولار وتشتغل وتباشر اعمالك. في نهاية الحلقة بشكركم، لو الفيديو كان مفيد ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.